وصلت حضرات السادة، حضرات المشاهدين، حان اللقاء مع نجمة الكوميديا، نجمة النكتة السريعة، نجمة النكتة البايخة، صاحبة المليون عبيط، مليون شديد، مخترعة الإفيه، نجمة القفشات والخيال العلمي، الضحكة اللي من القلب، اللي تزغزغ قطة وتضحك كلب، مع الفقرة الكوميدية والنجمة المونولوجيست ياسمين عز. يعني ليه الراجل بيطلب ايد الست؟ ما بيروحش مثلا يقول له يا عمي انا طالب ودان بنتك، او يا عمي انا طالب مناخير بنتك؟ ليه مثلا مش بيطلب رجلها، شعرها، عيونها، ودانها، مناخيرها؟ ليه؟ يخرب الدم. خلاص بقى وحياة امك بقى، خلاص بقى ياسمين بقى، والنبي يا ياسمين وحياة امك ما تضحكيني تاني، والله قلبي هيقف يا بنت. قلبي هيقف. طب بصي احكي لي حدوته وحياة امك. اول حاجه الراجل الفخيم رغم بساطته، والبسيط رغم فخامته، السهل الممتنع. انت قدمتي الصح، تعملي له حله محشي بجنيهات، هو يقدم لك الحد ويلبسك ويجيب لك دبله ذهب او خاتم الماس. اصبري عشان جوزك يقول لك مراتي صبرا. ايه مراته ايه؟ مراته، معلش عشان ما سمعتش من شخيري، معلش، مراته ايه؟ مراتي صبرا. ولا ما ترجعي النكت تاني، ما ترجعيش بقى خلاص. لا كنا ماشيين حلو بقى، احكي بقى حدوته بقى زي ما كنت بتاع. اول ما تطبخي له يجيب لك خاتم الماس على طول، انت بس قلبي في الباميه، افتحي الحله هتلاقي خاتم. دي حلاوه الراجل بقى، تاكليه تلاقي الخاتم في بقك على طول، انت مش لاقي حاجه تتكلمي فيها. اتهدي بقى الهي تنشك في طيبه قلبك، يعني اروح اطلب ايد واحده عشان خاطر هتطبخ لي بيها؟ طب ما هي نفس الايد برضو اللي بتحطها في مناخيرها. وبعدين في الجواز اهم حاجه الرجلين، ايدين ايه اللي مهمه؟ رجلين فيها كوارع، حاجه كده محمله، خلخال معدي، مش ايدين شايله شنطه خضار وكيس عيش. اشمعنى الايد؟ مش يمكن هرشه في اي حته؟ هروح انا بقى للراجل اقول له بعد اذنك يا عمي انا طالب ودن بنتك. اتفضل يا ابني. يروح واخد ودنها، انا اللي زيي هخش اقول له عمي انا طالب شعر بنتك. الواحد بيدور على نصه التاني، هي كل شويه تقعد تطبخ قال عشان خاتم الماس. رجاله مين دول يا ياسمين اللي بيجيبوا كل شويه خاتم ماس؟ ده يوم ما يتمعزم هيجيب كتاب ماس، ومش بعيد يجيب سلاح التلميذ ويضربك بيه ويخلص منك. واروح اتكسب بقى للراجل اقول له عمي انا طالب، مش فاكر، ياسمين ملغوشه على دماغي. والراجل طبعا معلي في سعر بنته طبعا، واعتبرها فرخه وسعرها كل يوم بيزيد، فبدا يبسط لي الدنيا الراجل ويساعدني. يقول لي طالب ايه، صدر ولا ورك؟ وانا بيني وبينكم مكسوف. قلت له بصراحه يا عمي لا ده ولا ده، بصراحه عايز الزلموكه. قال لي والله يا ابني اوصل لك الزلموكه لغايه باب البيت، اهم حاجه تخلي بالك منها وتحطها في عينيك. قلت له ده انا باذن الله ابروزها، ده انا هحطها في النيش واحط زلموكتي جنبها واوريها لعيالنا في المستقبل، وهو فرصه يا عمي اوفر عليك بقى الفناجيل والصيني والحاجات اللي بتتحط ملهاش اي لازمه في النيش، ونوريها لعيالنا ونقول لهم شايفين دي زلموكتنا قبل ما تتولدوا. قال يعني صوره الفرح. وطبعا اكيد السؤال اللي هيتسالني من العيال، وانت ليه يا بابا الزلموكه بتاعتك متبهدله كده؟ متبهدله ايه؟ انتوا فاهمين حاجه؟ ده انتوا جيل خايب، دي اثار تعذيب من صحابي كانوا بينقطوني في الفرح. كانت هنيله عاده، مش كفايه الناس ما بتتابعنيش على الانستجرام؟ ده انا هتتهولكوا في اول كومنت يا حنتي عليكم.